شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي مقرمشه مورقه، وتبارك الله حشوه رائعه. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنصاوب معكم فطائر كتجي خطيره بعجينه المسمن، تعتمديها ان شاء الله في رمضان. خطيره رائعه خوتي خواتاتي، الله يحفظكم، الله يجزيكم بالخير. ديروا لايك للفيديو واشتركوا. مرحبا والف مرحبا بالجميع. ندوزو ان شاء الله للوصفه. بسم الله. في اناء غادي ندير 5 ديال الكيسان ديال الدقيق الفورس، دقيق الرطب، كيسان اللي يكونوا عامرين عمرهم مزيان. طبعا الدقيق مغربلته من قبل، مغربل عندي. نزيد عليه شويه د الملحه. عندي هنا كاس ديال الماء دافي، غادي نضيف له معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات، خميره د الخبز، معلقه صغيره. غندوبها مزيان في هذا الماء وغادي نضيفها للدقيق. وغادي نزيد الماء شويه بشويه حتى تجمع ليا العجينه. ما نديرش الماء دفعه واحده، غير شويه بشويه بهذه الطريقه. صافي العجينه تجمعات لي. دابا غنخليها ترتاح، ما ندلكها ما والو، غنخليها ترتاح شويه، نغطيها بلاستيكه ونخليها ترتاح. من بعد ما خليتها ارتاحت شويه، دابا غندلكها واحد شويه فوق سطح العمل بهذه الطريقه. صافي غنردها في البول وغنغطيها ترتاح. عندي هنا شعريه فيرميسيل، نزيد عليها الماء سخون، نخليها ترطب في هذا الماء سخون واحد دقيقه. عندي هنايا زبده ديال التوريق، ديروا اي نوعيه اللي عندكم ديروها. ندير نص الكميه، غنديرها فوق البوطه حتى تذوب. ندوزو ان شاء الله للحشوه اللي عندي. فيها فلفله خضراء مقطعه صغيره، انا كتكون عندي في المجمد، اللي كنحتاجها كنجبدها. كذلك الفلفله حمراء حتى هي بهذه الطريقه مقطعه صغيره. عندي 2 فصوص ديال الثومه، عندي شويه ديال الكفته. اللحوم ديروا اللي بغيتو. عندي هنايا خيزو اللي صوبته اللي حكيته بهذه الطريقه، وعندي هنا بصله متوسطه الحجم قطعتها على هذه الطريقه. ندير شويه د الملحه، الملح دائما على حسب. راس معلقه صغيره ديال الخرقوم، راس معلقه د البزار، نص معلقه ديال القزبر حبوب مدقوق يابس، 2 مغارف ديال الزيت، معلقه صغيره ديال صوص صوجا. دابا كلشي هاد العناصر غنديها للبوطه تشحر مزيان ان شاء الله. الفيرميسيل بعد ما خليتها في الماء سخون هي طلقات غير واحد الدقيقه. دابا غادي نقطعها صغيره، من الاحسن تقطعوها طريفات صغارين بزاف باش ما كتبقاش طويله في الحشوه. العجينه ديالي دابا طلقات، خليوها ترتاح. بعد ما قسمتهم على 4 ودرتهم كرات بهذه الطريقه، غندهن لهم الوجه بشويه ديال الزيت ونخليهم يرتاحوا. ها الحشوه من بعد ما طابت ليها الشعريه فيرميسيل،
نزيد عليها الحار غبره. هذا اختياري، اللي بغى يديرو اللي ما بغاش بلاش. صافي غادي نخلطها مزيان مع الحشوه باش تشرب مزيان ديك المواد اللي في الحشوه. الحشوه شحروها مزيان حتى ما يبقاش فيها حتى قطره د الماء. بهاد الطريقه صافي. نزيد شويه ديال الزيتون مقطع بهاد الطريقه، زيتون خضر. انا ما درتش الفرomاج، متوفرش عندي ما درتوش. اللي بغى يزيدو في هاد المرحله يزيدو اي نوع ديال الفرomاج ديروه. كتجي هاد الحشوه خطيره، غتحتاجوها حتى لرمضان ان شاء الله، تعمروا بها المملحات ديالكم، كتجي رائعه. العجينه ديالي من بعد ما خليتها ارتاحت، خليوها ترتاح مزيان. هاد المرحله نطلقوا العجينه ديالنا غير بالزيت. غادي نطلقوا العجينه مزيان بهاد الطريقه حتى يبان لنا سطح العمل. نطلقوها مزيان ونرشوها بالزبده، الزبده اللي ذوبت. وغادي نطوي العجينه على شكل رغيفه بهاد الطريقه. غنطويها هاد الجهه وندهن بالزبده ونعاود نرجع الجهه اخرى، وغادي نطويها على 6. هاد الجهه نردها من هنا، جهه اخرى عاود نردها على اختها، ونرد وحده على اختها بهاد الطريقه. ودائما نديروا في وسطهم الزبده. ندير معكم وحده اخرى عاود بنفس الطريقه، نرشوه بالزبده كالمعتاد. وغادي نقلبوا هاد الجهه على هذه كي كنديروا الرغيفات ديالنا كالعاده. صافي ونقلب جهه على اختها بهاد الطريقه ونخليهم يرتاحوا. من بعد ما خليت العجينه ارتاحت، هاد الرغيفه دابا غادي نطلقها. العجينه ديالي من بعد ما طلقتها، الحشوه بردات. بغيتو تزيدوا هنا الربيع زيدوا، قزبر ومعدنوس زيدوه، انا ما درتوش. ندير الحشوه هكا، ما نديرهاش في الطرف، غير شويه غير هكا، وغادي نديرها ونقادها. وغادي نرد العجينه على اختها، وغنقطع قطعه البيتزا، ونعاود نرد العجينه اخرى على اختها، وغنديرها في بابي كويسون، وغادي نحطها على الجهه اللي مفتوحه. نعاود وحده اخرى معكم، وراه الفيديو كيشرح نفسه. كنتمنى خوتي خواتاتي لو وصلتوا حتى لهنا ديروا لايك للفيديو واشتركوا. مرحبا بكم. كما درتهم في اللاطه، عندي هنا بيض صفر ديال البيضه، وعندي معلقه صغيره صوص الصوجا، خلطتهم مزيان وغادي ندهن بهم الوجه ديال الفطائر. وغادي نقطعهم غير فليحه هكا صغارين، نطراسيهم غير شويه، وغنديرهم شريطات مع الجناب هكا. الفيديو واضح. غادي نزينهم بشويه ديال البوافو او الخشخاش. الفران عندي سخون، غادي ندير الفطائر ديالي وغادي نقص حراره متوسطه يطيبوا من التحت ونحمرهم من الفوق. وشوفوا تبارك الله كيفاش كيجي. حشوه رائعه وعجين مورق، عجينه المسمن. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي مقرمشه مورقه، وتبارك الله حشوه رائعه. خوتي خواتاتي، الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم حطوا لايك للفيديو واشتركوا معايا. مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع، وبالسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.